اللعيبه دي بتسدد الكرة بسرعه لدرجه اغلب الناس بتفتكر فيديوهاتها مزيفه. ضربة جزاء كلوي كيلي ضد اسبانيا وصلت سرعتها ل 110 كيلومتر في الساعة، اسرع من الرقم القياسي في الدوري الانجليزي للرجال الموسم اللي فات اللي كان 109 كيلومتر في الساعة. انا عملت فيديو عن الموضوع ده واعلى تعليقين كانوا: انت ازاي اصلا بتقارني ركلة جزاء من كورة خارج ال 18؟ المقارنة كانت في سرعة التسديدة، يعني اكيد الرقم بتاع اسرع تسديدة في الدوري الانجليزي بيتحسب من كل التسديدات، سواء فاول او ضربة جزاء او كرة متحركة، ودي كانت اسرع منهم كلهم. يعني اللعبه دي اللي من بره ال 18 اسرع من ركلات الجزاء اصلا اللي لعبوها الرجاله في الموسم ده، عشان كده هي دي اللي خدناها للمقارنه. يعني ركلات الجزاء اصلا اقل من كده. تاني تعليق كان: لكرة السيدات أخف، عشان كده بتسدد بالسرعة دي. بس الحقيقة بقى إن كرة السيدات كانت في الواقع أتقل ب7 جرام، الاتنين من نايكي على فكرة، ومتطابقين، وزن كل واحدة 433 جرام. يعني الموضوع مش في الكورة، يعني الموضوع 100% في التكنيك. ده هالك، اللاعب البرازيلي اللي معروف ان عنده واحده من اقوى التسديدات في العالم، اعلى سرعه وصل لها شخصيا كانت 119 كيلومتر في الساعه، تقريبا نفس سرعه تسديده كلوي كيلي. السر مش في العضلات، السر كله في مدى الحركه. هي بتبدا بخطوه كده، نطه صغيره بتشحن بيها رجليها زي السوسته، الاندفاع بتاعها قصير وسريع، بيبني السرعه والتحكم في نفس الوقت، وده المفتاح. لما بتسدد جسمها كله بيلف ورجليها بتنطلق لقدام، كأنك سحبت كده نبلة. أسرع الناس اللي سددوا في التاريخ عمرهم ما كان اللي عندهم أقوى رجلين. السر عندهم هو المرونة، لأنها بتسمح للرجل إنها تتحرك لمسافة أكبر، وده اللي بيخلق تسديدة أطول وأقوى.